من ماسايوشي، لأن أغلب المجلات وقتها كانت موجهة للمستهلكين. لكن ماسايوشي اختار يخاطب المهندسين والمبرمجين والمصنعين اللي هم أصلا جمهور المستهدف. وفي وقت قياسي المجلات دي ضربت في السوق، وبقت سوفت بانك أكبر ناشر لمجلات الكمبيوتر في اليابان. المستثمرين الكبار بقوا بيعتمدوا على المجلات دي عشان يفهموا الاتجاهات الجديدة في التكنولوجيا، وبقت مرجع استثماري مهم مش بس تقني. وخلال سنتين بس سوفت بانك بقت بتسيطر على نص مبيعات سوق البرمجيات في اليابان. كمان في مارس 94 قرر ماسايوشي يتوسع في أمريكا ويفتح فرع هناك عشان يقدر يرصد فرص الاستثمار في مجال الإنترنت اللي كان لسه وقتها بيبدأ. بعدها بشهور دخل سوق الأسهم الأمريكية وجمع حوالي 20 مليار ين، ودول تقريبا بيعادلوا 175 مليون دولار. وسنة 97 نزلت سوفت بانك رسميا في بورصة طوكيو. وبعد الطرح العام ماسايوشي بقى يشتري حصص في كل شركات الإنترنت اللي كان شايف إن ليها مستقبل، واللي من ضمنهم ويمكن أهمهم اللي حصل سنة 2000 لما استثمر 20 مليون